صار خلاف ما بين قبيلتنا الفداقة وقبيلة ثانية من زمن قديم، وصار بيننا أرقاب، وصار عندنا زيادة 5 أرقاب، واصطلحنا احنا وياهم وطلبوا الدية. وقام الشيخ عبد الله علي الباشا العاصي ودفع الدية وهي 1,700,000. وقلت بهذه القصيدة أقول: الله يمنجي دخيلك من النار يا عالم ما بالخفا والسريرة، الواحد اللي بالمصيبات جبار، حنا برجاه ولا رجانا بغيره، نلوذ بك يا رب عن كل ما صار، انت الذي تحيا القبور الدثيرة. وبعد ذكر الله نظمت الاشعار بالشيخ شيال الحمول السبيرة، عبد الله الباشا على الكود صبار، حلال قالات علينا عسيرة، ريف الضعافة واليتامى ومنحاه، ومن ضامت وسود الليالي جيره، 50 عام وقالت عليه غبار، وجيناه من كل الجوانب ضريره، وقفت عنده بجود وجهود واصرار، وعرفت انه من قديم وخطيره، وانهيتها يا مكرم الضيف والجار، نبنى لك البيضة بعالي صديره، ونبنى لك البيضة في راس سنجار، وكل يشوفه من بعيد شهيره، وجمعت شمل الغوش في كل الاقطار، ولا طعت راي فرزين العشيره، جمعت شمل الغوش في كل الاقطار، ولا طع شور فرزين العشيره، صليب راي وصليبين الاشوار، عزيز نفس عن الغدا والقصيره، واشوف بوجهك علامات واسرار، نور النجابه والعفاف منيره، عساك والله من طويلين الاعمار، وعسى عدوك للفلس والكسيره، يا شيخنا يا نسر الجاويد ومار، انت شيخنا وانت عزنا وانت ميره، وجدك صقر بك وثر الجد صقار، ومن الطفولة شايفين بك سريره، ولا خاب والله من صقر فيك واختار، حيثك شجاع وتمنح الناس غيره، يعل حظك دائما الدوم بزهار، وعسى تروب تمشي به خيره، وصلوا على المبعوث للناس بنوار، شفيعنا عن النار مع زمهريره، وصلاة ربي عندها بطار الامطار، على شفيع الخلق راعى المسيره. الشاعر جاسم محمد السفار الفداق الشمس.